عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. طليت عليكم بعد غيبة فيديو مزيان برشا بوصفة سهلة وبنينة وتوا وقيتها ومكوناتها موجودين في كل دار. الوصفة تاعنا لليوم هي كيكة بالتفاح. نقولكم ابقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا كل مراحل تحضير وصفتنا لليوم. نبداو توا باش نحضروا كيك التفاح متاعنا. بالنسبه للمكونات باش تشوفوها في العمليه متاع التحضير، لنا حطيت 3 بيضات يكونوا بحراره الغرفه، حطيت كيس سكر، ساشي سكر فانيليا. نركض توا كل شيء مع بعضه. وتوا بعد ما اللي ركضت كل شيء مع بعضه باش نزيد نضيف كيس زيت. ولنا زدت حطيت كعبة ياغورت. بالنسبة لكعبة الياغورت اللي حطيتها اني بالجوزة، نجموا تحطوا كعبة ياغورت عادية راه. ونفس كعبة الياغورت توا لنا باش نكايل بها الحليب. نرجع توا نركض كل شيء مع بعضه وباش نكمل نحط الفرينة والخميرة متاع الجاتو. حطيت لنا ساشي خميرة جاتو. بالنسبة للخميرة راهي فيها 15 جرام. وكملت ضفت الفرينة لنا من المستحسن نغرب لها باش نتحصلوا على نتيجة باهية. وبالنسبة للفرينة راني نحط الفرينة اللي نتحصل على القوام اللي حاجتي بيه. كما تعرفوني اني راني ما نكايلش الفرينة خاطر نجم نقولك 2 كيسان وتقعد هي ناقصة. كما تعرفوا فما فرينة تشرب وفما فرينة لا، ولهذا اني نحط الفرينة اللي نتحصل على القوام اللي حاجتي بيه. وهذا توا القوام اللي حاجتي بيه. وتوا في الوقايت هذايا باش نضيف التفاح. خديت صحفة تفاح مقصوص كيف هكا، نحيتلو القشور نتاعو راهو وقطعته المكعبات وكما قاعدين تشوفوا حطيت الصحفة هذيك متوسطة راهو. نخلط التفاح نتاعي مع الخليط كيف هكا. ولنا توا خديت القالب بله باش نحط فيه الكيك، دهنته بالزيت. وفي الوقيت هذايا حليت الفور متاعي يشعل على 180 درجة. نصب الخليط متاعي كيف هكا. لنا توا خديت شرائح متاع التفاح وباش نزينهم كيف هكا من الفوق. بالنسبة للقالب متاع الكيك نجموا تحضراها حتى في قالب مدور. نتوما ديما يبقى لكم الشوا تحضراها في فورمة مدورة والا كاري والا كيما تحبوا نتوما. ديجا اني كنت حضرتها معكم قبل في قالب مدور. باش نزيد نحط شوية سكر فانيليا كيف هكا من الفوق. نزيد نحط شوية قرفة زادة. كما تعرفوا القرفة تمشي بالكدا راهي مع التفاح. وهذا كان الشكل متاع الكيك متاعي بعد ما اللي حطيت لها التفاح من الفوق كما قاعدين تشوفوا فيها ما شاء الله. توا ما تبقى كان باش نحطها في الفور وتشوفيها وقت لا تحضر ان شاء الله. لنا الكيكه متاعي حضرت كما قاعدين تشوفوا فيها ما شاء الله. ما تبقى كان توا باش نخرجها. الكيكه متاعي حضرت وخرجتها من الفور. توا باش ندهنها من الفوق. لنا اني خديت شويه عسل وخففته بشويه ماء وسخنته باش ندهنها بيه. تنجموا تدهناها بالعسل، تنجموا تدهناها كان عندكم سيروم، كيف كيف معجون متاع مشماش تخفوه بشويه ماء وتسخنوه وتدهناها بيها كي كامل فوق باش يعطينا اللقه المزيانه. وهذا كان الشكل النهائي متاع الكيكه متاعنا لليوم. تو ما تبقى كان باش نقصها ونوريكم الشكل متاعها كيف نياجات. نقص توا الكيكه متاعي ونوريكم الشكل متاعها كيف نياجات.
وهذا هي الشكل متاع الكيك متاعي كما قاعدين تشوفوا فيها. ما شاء الله راهي جات خفيفة بنينة على الاخر. كما قلت هذايا الوقايت متاعها، تنجموا تحضراها بطريقة سهلة وبسيطة على الاخر. بالنسبة للقالب اللي حضرت فيه اني تنجموا تحضراها حتى في قالب مدور، ديما يبقى شوى لكم التومة حصيلو. على كل هذايا كان الفيديو متاعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كما شفتوا اليوم حضرنا مع بعضنا كيك التفاح، سهلة وبسيطة وتحضر فيسع وبنينة في نفس الوقت. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله تجربوا الوصفة. والى كان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تشجعوني باللي جيم، لي كومنتير، البارتاج والاشتراك في القناة بالنسبة للجدد اللي مازالوا ما اشتركوش، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. واني تو ما تبقى لي كان باش نقولكم ان شاء الله في فيديو جديد. على بروشين وبسلامة.